ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. أخيرا الفيديو المنتظر، وأخيرا رايحين رحلة قبل المدارس. جهزنا لها تجهيزات سريعة جدا، وتابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا التجهيزات السريعة وعملنا إيه. ويا رب تكون رحلة سعيدة وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. تابعوا الفيديو للنهاية وأشوفكم على خير. اول حاجه جبت للمصيف شويه كده لحوم. جبت زي ما انتم شايفين كبده مشويه، وجبت لحمه مفرومه وفراخ بانيه وفراخ عاديه وصدق. كل الحاجات دي على اساس تكون سهله معايا في التحضير. بصوا ده الصدوق، وده باقي الحاجات دي بتبقى سهلة جدا في التحضير. دي كبدة عادية والتانية مشوية. كل ده هينفعني في المصيف. جنبه شوية مكرونة نعمله سندوتشات أو ناكل جنبه رز. كل الحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا وسهلة. على طول هعمل دلوقتي سندوتشات للولاد. جبت لحمة عادية، بس دي ما كانتش للمصيف. ده كان نص جايباه للبيت عندي عشان كنت عايزة أعمل بامية. وجبت كمان اللحمة المفرومة اللي قلتلكوا عليها. الحاجات دي بتبقى سريعة في المصيف. دي الفراخ اللي قلتلكوا عليها، فراخ بانيه وفراخ عادية. أول حاجة زي ما انتم شايفين جبت مية بليمون بشوية ملح، وابتديت ان انا احط البانيه بتاعتي جواها. بحطها يا دوبك 5 دقايق وبرجع اشيلها اشطفها كويس جدا واحطها في التتبيلة بتاعتي. اهم حاجة ان الفراخ ما تقعدش اكتر من 5 دقايق في المية بالنسبة للفراخ البانيه، علشان لحمها ما ينسلش منك ويبوظ منك على طول كده. طبعا هشطفها الاول. انا طلعتها شطفتها تحت الحوض، وابتديت ان انا احط الفراخ العادية علشان بقى. بس الفراخ العادية بسيبها شوية. ايه التتبيلة اللي هعملها للاتنين؟ زي ما انتم شايفين كده زبدية، وعلى طول حطيت عليها التوابل بتاعتي. وتقدري تزودي في التوابل لو انت حابة. التوابل اللي انا بستخدمها بصل بودر، توم بودر، باربيكيا، كاري، ربع معلقة من الكركم، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، شوية باربيكيا مدخنة، بهارات فراخ، والشطة على حسب المذاق، سواء بتحبيها سبايسي أو بتحبيها عادية. وابتديت إن أنا أجيب بولة من عندي وأحط فيها المكونات اللي أنا قلتها لكم، وابتدي إن أنا أقلبهم كويس جدا مع بعضهم علشان هتبل بيها الفراخ البانيه والفراخ العادية. الفراخ البانيه هتبلها بالتتبيلة دي، واكون محضرة بعد كده بعد ما تتبل كويس اوي اكون محضرة الفيجيتار بتاعي علشان احطه فيها. نسيت اقول لكم اللبن. احط لكم الفيجيتار بتاعي علشان ياخد الكفر الاخير بتاعها. ونفس التتبيله ديت عملت فيها الفراخ العاديه، وبرده كل الحاجات دي تبلتها وشلتها للمصيف. دول كده شويه بطاطس حمرتهم للولاد، وعملت جنبهم شويه كبده عشان نعمل لهم سندوتشات كبده وسندوتشات بطاطس ناخدوها معانا في البحر، علشان زي ما احنا عارفين الولاد بالجوع. ودي طاسة حطيت فيها شوية زيت صغيرين، ومعلقة من الثوم، ومعلقة صغيرة من الكمون، وخدتهم كده سبتهم ياخدوا ويدوا مع بعض، واديتهم تقليبة حلوة كده بالمعلقة. وبعد كده هحط على طول الكبدة بتاعتي. لما باجي احط الكمون الاول مع الثوم بيطلعوا ريحة بتاعتهم. لما باجي احط عليهم الكبدة بتاعتي بتبقى طعمها تحفة، بيبقى طعمها مميز، لدرجة ان الراجل لو جه قال لي خدي حباش كبدة انا ما برضاش اخدها، لان هي بيبقى طعمها غني. ادي الاول طشة الثوم مع الكمون، وبعد كده انزلي عليهم بالكبدة اللي بتقلبتين. تكوني مجهزة شوية ملح، شوية فلفل، وشوية كمون تاني، وتقطعي بقى الفلفل. انا بالنسبة لي استخدمت فلفل سبايسي وفلفل عادي، وتقدري تستخدمي اللي انت حباه، وقولي لي طعمه بيبقى جميل.
معاكي زي ما انتوا شايفين. حطيت الفلفل بعد ما الكبدة ابتدت ان هي تخش على السوا، ويا دوبك فاضل لها تقليبة، فهقلب فيها الفلفل مع الكبدة علشان خاطر اللي لما اجي اكل يكون طعم الفلفل كريسبي كده معايا، ما يبقاش مهري من الكبدة لانه ما بياخدش سوا خالص. وبعد كده فتحت السندوتشات اللي انا عاملاها اللي هي بالعيش الفينو، وابتديت ان انا احشي لهم سندوتشات تكون معاها، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطور. وفي نفس الوقت الولاد مش بيحبوا يروحوا اي مصيف الا ما يكون كل كمالياتهم معاهم، علشان خاطر ما يدوخوش مامتهم وعيلتهم كلها. ابتديت ان انا زي ما انتم شايفين كده اعمل لهم شوية كبدة على شوية بطاطس، نحشي السندوتشات دي. البطاطس حبيت ان انا اضيف عليها المايونيز علشان خاطر الولاد كلها بتحب طعم المايونيز، وبرضو جبت لهم كاتشب للي حابب. سندوتشات خفيفة وسريعة تتعمل في اي مصيف، بتبقى لذيذة جدا جدا. بصوا كده شكل السندوتشات كأنك بالظبط شارياهم من بره، وحطت لهم الغلاف عليه. وبالنسبة لسندوتشات البطاطس زي ما قلت لكم، جبت بواكي من المايونيز، لاني البرطمان المايونيز اللي عندي كان فضى، فاضطريت ان انا احط بواكي، وبعد كده احط لهم البطاطس والهنا والشفا. وحطيت شوية مخلل. وبعد كده اهو في طريقنا ماشي من اسكندرية على الساحل. يا رب تكون رحلة سعيدة، وبتمنى ان اكون فدتكم في الفيديو. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.